يا الله. يا الله. خير الكلام ذكر الله، وأفضل الذكر أن لا إله إلا الله، واللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا رب عليك، اللهم صل على محمد. الله يسلمك حبيبي الغالي علوش، والله حياك الله. منتظر العيساوي، حياك الله اخوي الغالي، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان الصوت واضح، الصورة بيها اشكال، الصوت بيه اشكال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخوي صلاح الطائي حبيبي الغالي، شلونك؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. اخوان الصوت واضح، الصورة واضحة، اكو اشكال؟ الله يسلمك حبيبي الغالي مهند داود، والنعم منك. الله يحييك حبيبي الغالي. الله يسلمك حبيبي علوش البصراوي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. تجهيزاتكم شلونها؟ استعداداتكم شلونها للسباق؟ ان شاء الله الكل بخير، وان شاء الله الكل جاهزين، وان شاء الله سنة خير يا ربي، وموسم خير على الجميع يا ربي، وان شاء الله الكل تفرح، والكل تسجل، والكل ان شاء الله تعبها ما يروح بلاش، والله يشفيكم شر الامراض وشر كل شيء عرضي، يعني الله يشفيكم شر ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي زياد الاحمد، والنعم منك. شوي خلي يصعد البث حتى الكل تتابع. اخواني ان شاء الله انتم اللي اليوم ان شاء الله حلقتنا راح تكون عن تجهيز للسباق وكورس السباق والمكملات للسباق. الله يسلمك حبيبي وسام العقيدي، نور نورك حبيبي الغالي. اليوم راح نتكلم بخصوص تجهيز للسباق، اكرر، والمواد اللي تنطي خلال فترة السباقات وبين سباق وسباق. فاخوان يعني اللي يريد يعني يحفظ الاشياء وياخذها ويستعملها، خلي يحضر له ورقة وقلم. زين اخوان، وانا هسه ما راح اتكلم بيها، راح اتكلم تقريبا نص الحلقة، يعني 10:30 ان شاء الله، 10:30 راح اتكلم بالكورس، راح اتكلم عليه بالشيء التفصيلي. فاكرر حضروا لكم ورقة وقلم وسووا بها جدول، اليوم الاول العودة، واليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع صباحا ومساء. حضروها حتى لا تتعبون وتاخذوها مباشر من عندي. والموضوع انا ما اريد بس اقول انقله فقط، يعني ما اريد انه بس اقول فلان شيء، لا، اريد الكل تعرف انه هاي الماده ليش تنطي، وهاي الماده ليش تنطي، وهاي الماده ليش تنطي باليوم الاول، باليوم الثاني، باليوم الثالث، صباحا ومساء، حتى من تحفظون المعلومه وتحفظون الماده، حتى تقدرون تنقلوها لاصدقائكم، تنقلوها لجماعتكم، للشخص اللي ما يعرف او ما عنده خبره، نقلوها. واني يعني صراحه اريد الكل انه تنقل المعلومه، لا تحتكرها بس لنفسها، يعني من نعطي المعلومه، من اي شخص يعطي معلومه نقلوها، يعني خلي الناس تستفاد من عندها، خلوها صدقه جاريه مثل ما يقولون. الكل منورين، والكل ان شاء الله بخير، وسنة خير، اعيدها مرة ثانية، سنة خير على الجميع، ويا ربي الكل ان شاء الله تحقق نتائج جيدة الكل بدون استثناء، وان شاء الله تعبكم ما يروح خالي بلاش. ابو مار حبيبي الغالي، نور نورك، الله يسلمك ورحم الله والديك. شلونكم اخوتي؟ ان شاء الله الكل جاهزين. الله يسلمك حيدر العقابي، ان شاء الله الكل جاهزين للسباق، والكل جاهزين للموسم، وعلى اتم الاستعداد. وهسه الوقت ما يقبل للخطأ للغلط نهائيا، ابد ما يقبل انه تدرب بوقت مو زين، بجو مو زين، الحمام يروح لغير شيء. شمر الله يسلمك حبيبي الغالي، من نورك. الله يسلمك ايفان حبيبي الغالي. فهذا الوقت ما يقبل للخطأ، حاولوا لا تخطئون، تدريبكم يكون صحيح بأجواء صحيحة،
الحمام اقل خطا يتفلش ويصير به مشكله. الله يسلمك حبيبي حمودي احمد فواز واحمد الثاني، الله يسلمكم ورحم الله والديكم. فاخوان ديروا بالكم على حمامكم، تجنبوا الاخطاء قدر الامكان. الله يسلمك حبيبي حمودي العراقي. زين، وكما وعدناكم وكما وعدتكم اني قلت لكم ان شاء الله قبل السباقات، الله يسلمك حبيبي الناصري، راح اطلع بث مباشر ونحكي لكم عن كورس السباق والشيء اللي استعملناه احنا. امانه الله الشيء اللي استعملناه وجربناه وحققنا به نتائج، ويعني الفضل لله الحمد لله والشكر. ننقله مثل ما احنا تعلمناه وننقله مثل ما استعملناه، مثل ما هو جرى يعني مثل ما صار. الله يسلمك حبيبي رحم الله والديك. ما اعرف اسمك وخر، ما اعرف على صفحه ياسر نجار والنعم منك. حياك الله حياك الله حسام. فخلي يسعد البث بعد حتى الكل تستفاد. الله يسلمك معتز حبيبي احمد حمودي حياك الله. ناجي العسكري والنعم منك. ديلو حبيبي الله يسلمك نور نورك. فاخوان اعيد واكرر ان شاء الله راح اتكلم بالكورس بال10:30. حضروا ورقه وقلم حتى تكتبوه، حتى تستفادون من عنده، وحتى تعرفون ليش هاي الماده تنطي بفلان يوم وهاي الماده تنطي بفلان يوم. زين، حتى تعلمون باقي اخوتكم اصدقائكم، اي واحد يسالكم انقلوها بما هي تعلمتوها. اخوان موضوع الكورس خلينا نفوت بالموضوع. موضوع الكورس لان هو الموضوع هو شوف، هذا الموضوع الكورسات مال السباقات ما نقدر احنا نلخصه بحلقه او بساعه او بساعتين. الموضوع طويل، موضوع كبير، موضوع به تفرعات، الموضوع به يعني هوايه يعني عمق خلينا نقول، وبه تفاصيل هوايه. زين، خادماني حيدوري حبيبي الله يسلمك من حرب حبيبي الغالي. فالموضوع طويل ما نقدر نحصره ونلخصه بسطر سطرين او نلخصه بساعه او نلخصه بحلقه واحده، ما يتلخص، موضوع طويل. هاي واحد. الشغله الثانيه اللي اريدكم تحفظوها قبل ما ادخل بموضوع الكورسات، لازم تعرفون هاي المقدمه. ماكو شيء اسمه كورس واحد نفس المواد هذا يفوز اذا يستخدم غيره ذاك ما يفوز. ماكو شيء اخوان. الكورسات هوايه بما يقارب 40 الى 50 كورس مال السباق، كلها تشتغل وكلها ما تشتغل. اكثر الاخوه يتصورون بانه الكورس هو اللي راح يغلبهم او الكورس هو اللي راح يجيب لهم النتائج. اخوان كل واحد فاهم هذا الشيء، هو واهم، هو واهم واهم واهم. الكورس والمواد هي ما تغلبك، هي مكمله، هي مكمله. يعني مثل اللاعب، اذا انت عندك لياقه، عندك لياقه وعندك اراده مثل ما يقولون، وعندك مدرب نفسك، من تجي تستخدم مثلا عسل او تستخدم دبس او تستخدم منشطات، هي مكمله للاشياء اللي انت بانيها. فكل واحد يتوقع او يتصور انه الكورس او المواد هي تفوز الحمام، هو واهم، هو غلطان. اذا ما يكون الحمام باصول 100%، اذا ما يكون الحمام بصحه 100%، اذا ما يكون التدريب صحيح 100%، اذا ما تكون الاداره صحيحه 100%، المواد كل شيء ما تسوي لك. صدقوني اخوان، ثقوا بالله الكريم، ثقوا بالله الكريم. فهذن الاشياء هي رئيسيه واهم من كل شيء. صحه الحمام، اكرر، صحه الحمام، اصول الحمام، اداره الحمام، تدريب الحمام، هذن اللي اهلنك للفوز. نعم المواد هي اسمها مكمله، يعني هي اسمها مكمله، بس الحمام اذا ما بي تدريب وما بي اصول زين وما بي صحه زينه، المواد ما راح تسوي لك شيء، المواد ما راح تغلب الحمام. اكو بعض الاخوه يتصورون بانه هاي المواد اذا بدونها الطير ما يغلب، يتصورون بانه هاي المواد هي اللي راح تغلب الحمام. نسوا صحه الحمام، نسوا اصول الحمام، نسوا الاداره، نسوا التدريب. يريد يبلع حبايه يغلب، يريد ينضرب ابره يغلب، يريد يعطيه ماده فلان شيء يغلب. ماكو شيء اخوان. اصول الحمام اهم من كل شيء، صحه الحمام اهم من كل شيء. حتى شنو، لا تقولون احمد انطى كورس، احمد ابو شعر انطى كورس وهذا الكورس شو ما غلبت بي اني، معلوماته مو صحيحه، معلوماته غلط انطانا اياها. لا، انت لا تعتمد على الكورس، لا تعتمد على
الماده اللي راح تعطيها بالتسليم او قبل التسليم او قبل التسليم ب3 ايام، وتقول هاي الماده ما اشتغلت عندي، اشو اني ما فزت، وانت جايب حمامك جايبه على قولة فلان وقال الراوي وقال الرازي، وجبت الطير وبزرته وتتعب عليه سنه زين وصحته تعبانه، وتريد تجي تنطيه ماده حتى يغلب. ماكو شيء، ماكو شيء. اسالوا ابطال هوايه، ثقوا بالله، يعني اكثر من مره ومرتين الحمام صعدته للسباق بدون ماده، بدون اي شيء منطي اني، شغلات بسيطه اكترولايت سيديكول، صعدناه وسجل الحمام وصوله جابته. بس اني ما اقول لك انه انت اذا ما تعطي مكملات وما تنطي مواد انه حمامك كل سباق راح يسجل، لا، راح يسجل له بين سباق، بين 3 سباقات، بين 4 سباقات، يسجل مره لان صحته زينه واصوله زينه. بس المواد هي مجرد انه شنو المواد هي اللي نعطيها، انت تعطيها انت خلال اسبوع. تعيد الحمام، بدل ما الحمام ينعاد ب10 ايام ينعاد بيومين، ينعاد ب3 ايام حتى تلحق على السباق اللي راح يجي. تعرفون شلون؟ لا حد يصيد بالمي عكر، لا حد يحكي حكي خارج الموضوع رجاء اخوان، لا حد يحكي حكي يريد بس ياخذ المعلومه ويروح. يعني انا دا اشوف اكو بعض الناس بس يريد ياخذ المعلومه اللي تريده ياخذها ويروح، لا، انا ما راح اعطيك هاي المعلومه انت اللي تريدها، لان اعرف انتم تصيدون بالمي العكر. لا تعكرون الحلقه وتحكون حكي خارج اطار الموضوع وتفكرون بس بنفسكم. خلوا الكل تستفاد، خير الناس من نفع الناس. اللي تاخذ معلومه، اللي تسمعني انطيها، لا تحتكرها. اللي تستفاد من فلان شخص اعطيها المعلومه، لا تحتكرها. انا من دا اقدم او فلان يقدم او فلان يقدم، مو حتى نحتكر المعلومه انتم. والله اعطيني بس هاي، بس فلان ما انطيني اياها، بس قول لي قبل السباق بيوم شو استخدم، وقول لي فلان شيء، ماكو شيء، ما راح اعطيكم انا هاي المعلومات، ولا راح اقول لكم ولا غيره راح يقول لكم اياها. احنا من طلعنا اريد الكل تستفاد على حب الله، اريد الكل تتحابون بيناتكم، واحد يحب الاخ، ما حد يضد الاخ. هذا في شخص ليش فاز؟ هو تعب وفاز، هو اشترى حمام وفاز، صرف وفاز، ودرب وفاز، قاعد الصبح بالستة راح للنقطة يدرب وانت نايم، وتريد هسه انت تجي علي تاخذ من عندي معلومة حتى تروح تغلبه. لا ان شاء الله ما تغلبه، ان شاء الله ما تغلبه، لا سنة وبعد ولا سنة الاخ. ما يصير اخي، كافح. من جد وجد، من جد وجد. حبوا الناس، حبوا الناس كلها، حتى الناس تحبكم. تحابوا، حبوا تحابوا، زين، تحابوا في الله. لا تعكرون يعني الموضوع وتعكرون الفيديو وهالامور هاي، انا ما احبها، ولا راح اباوع عليكم صدقوني، ولا راح اجاوبكم. خير الناس من نفع الناس، نحكي كل شيء. اليوم انا ماكو شيء ينضم، بعد ماكو شيء ينضم. الكل خلي تستفاد، الكل خلي تعرف الاشياء اللي مضمومه، الكل خلي تستفاد من المعلومات، من الاشياء اللي كانت مبهمه عليها. خلي الكل تتفتح، خلي الكل تتفتح. انت لا تقول لي احمد ابو شعر الله يخليك قبل التسليم شنطي، ما اقول لك انا هواي، شوف ايش قد راسلوني ما اقول لهم. تعرف ليش ما اقول لهم؟ اني اريد اقول له اقعد، يقول لي اكتب لي اياه، لا ما اكتب لك اياه. ليش؟ لان انت لا تصير بلبل تاخذ المعلومه وتطبقها بدون ان شنو تعرف، شنو اللي استفاد منها الطير. راح تقعد بالنادي، راح يجي يسالك واحد ايش تعطي قبل السباق؟ والله انا احمد ابو شعر قال لي انطي فلان ماده، زين حيقول لك هاي الماده شو تسوي للطير؟ تقول له ما اعرف، لا تقول حيقول لك اللي اعطاك اياها ما علمك، اللي اعطاك هاي المعلومه ما فهمك. لا، من تستخدم الاكترولايت مثلا لازم تعرف الاكترولايت ايش يسوي للحمام. ليش ننطي اكترولايت؟ ليش نعطي كليكوز؟ شنو الكليكوز ايش راح يسوي للحمام؟ الاكترولايت شو يسوي للحمام؟ ليش نعطيه باول يوم؟ ليش نعطيه مثلا ورا اسبوع؟ ليش نعطيه اريدك هاي تستفاد، انت اريدك تصير انت خبير، اريد الجناي هو يصير خبير، اريد الجناي هو يصير عالم، اريد هو يصير فاهم، اريد هو يصير يعرف بعالم الحمام الزاجل. من يسالوه جماعته يعرف شلون يجاوب، حيقول له الحمام من يرجع فاقد املاح، فاقد سكريات، فاقد من وزنه، نعطيه املاح يعيد الاملاح بجسمه، نعطيه جلوكوز يعيد الجلوكوز بجسمه، نعطيه بروتين الفقد البروتين والوزن من جسمه حتى نحاول يبنيه بسرعه ويرجعه. هاي اريد هيش تستفاد وانت بتستفاد وتفيد جماعتك. خلي الكل تعرف وتتعلم. المهم نرجع لموضوعنا. فاخوان ماكو شيء اسمه كورس واحد انه هذا الكورس استخدمه افوز، استخدم غيره ما راح افوز، لا. مثل ما قلت اكو بما يقارب 40 50 كورس كلن يشتغلن وكلن ما يشتغلن. يعتمد على صحة الحمام، يعتمد على وضع الحمام. يعني هسه انت راح اليوم راح اذكر لك كورس، راح اقول لك فلان كورس،
انت رجع الحمام ثانيه والحمام بيكنكر، راح تستخدم الكورس مالتي، راح اقول لك غلطان، الكورس مالتي ما راح يفيدك، توخر الكورس تخليه على صفحه، تروح تجيب كنكر تعطي للحمام كنكر، بالتهابه معاه صار عنده فطريات، وخر الكورس مال احمد ابو الشعر، تجيب الالتهابه معاه، تجيب الفطريات تنطي للحمام، توقف الكورس، توقف السباق، عالج الحمام مالتك، حمامك يصير زين، وبعدين ترجع تكمل الكورس. فهذا الكورس مبني، اللي راح اني اقوله اليوم راح اشرح عليه، هو مبني على صحة الحمام، جهوزية الحمام. حمامك إذا ما جاهز هذا الكورس مالتي ذبه بالشط. حمامك إذا صحته مو زينة هذا الكورس مالتي كل شيء مو راح يسوي لك. الله يسلمك يا حبيبي الغالي أبو بنين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك حبيبي عمار عباس. فالكورس اللي نقوله لازم مبني على أساسيات عندك. أعيد وراح أظل أعيد، حمامك لازم بأصول صحيحة، حمامك صحته تكون صحيحة، تدريبك يكون صحيح، إدارتك تكون صحيحة، يلا تجي أنت تستخدم هذا الكورس. مو تستخدم الكورس وتقول ما فادني وأنت عندك أخطاء، حمامك بخلل بمرض، وتقول والله أحمد أبو شعر أنطاني كورس. ولهذا ست يجوز تسأل وتقول ليش ما يطلع أحد يحكي على الكورس؟ هذا العراق كله جناي بيه أبطال ما شاء الله، ليش ما حد يطلع يسولف على موضوع الكورس؟ ليش؟ قليل طلعوا يعني تحية حب لهم اللي طلعوا حكي. ليش؟ لأن الموضوع يعني متفرع من الموضوع طويل، ما نقدر، أنا قلت بالبداية وهسه هم عيد لجوز إخوان طبوا جدا، ما نقدر نختصره بحلقة بساعة بساعتين، ما نقدر نختصره ب5 حلقات. موضوع الكورس مال السباق موضوع متفرع ومتشعب وكبير وضخم، ولهذا ما حد يطلع يشرح عليه، ما حد يطلع يسولف عليه. ليش؟ لأن أي واحد راح يطلع راح يوقع بمطب، أي واحد راح يطلع يشرح عليه راح يوقع بمطب، راح توقعوه بمطب، راح تقولون طاني كورس وقال لي سولف لي على كورس وغلطت وما فادني وما استفاديت من عنده. لا تستعجلون، راح اجايكم اني، اكو ناس جزء قاعده تقول بس انت مثلا شو وقت راح تحكي بالكورس، شو وقت حتسولف لنا؟ لا، اذا ما تفهم المقدمات وتكون عندك بدايه لكل موضوع، مقدمه لكل كتاب له عنوان، مقدمه لازم تفهمها حتى ما توقع بالغلط. زين، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يسلمكم بالتوفيق. زين عيوني، فالموضوع لازم حمامك جاهز، تدريبك صحيح، اصول بي صحيحه. شوف سلسله، هي سلسله، اصول الحمام لازم 100%، صحه الحمام لازم 100%، حلقه شوف يعني حلقه ورا حلقه. تدريب الحمام صحيح 100%، ادارتك 100%، هذني كلن كملا، هذني اهلا للحمام ان يكون جاهز 98% 97%. تجي تحتاج 3% اللي هو الكورس، المواد اللي تعطيها للحمام، راح يصير عندك الحمام جاهز 100%، تدخل للحمام وراح تسجل. بس لكن انت اذا هاي الاوليات بها نقص، الكورس ما راح يشفع لك، احتمال الكورس راح يضربك. انتبهوا قبل ما ابدي بالكورس اخوان، الكورس احتمال يضر الحمام، اللي راح اقوله احتمال يضر الحمام. ليش يضر الحمام؟ الحمام اذا بي مرض، اذا بي خلل، وتستخدم هذا الكورس اللي راح اقوله اني، احتمال حمامك راح ينضرب وراح يصير بيه مشكله. لازم حمامك تكون معاه جاهزه وصحته جاهزه، يلا تستخدم الحمام. فاخوان حضروا ورقه وقلم، انا راح اتكلم بالكورس ساعه بال10:30 راح ابدي ابلش بيه، حضروا لكم ورقه وقلم وراح احكي على كيفي، وسجلوا كل هالمعلومات حتى تستفادون من عندها. لان اكثر الاخوه يراسلوني اكتب لي، انا ما اكتب، لازم الكتابه ويا الشرح، ماده تكتبها وافهمكم عليها حتى كلكم يصير عندكم معلومات، حتى باش عقبه ما راح تحتاجون لا احمد ابو شعر ولا غير احمد ابو شعر، راح انت يصير عندك معلومات اوليه ووعي بالكورس وبالمواد، ويصير عندك مفهوم اعلى، راح تعرف ليش وما ليش. المهم اكرم ابو بنين عيني. ابو عسل ممكن سؤال بالنسبه للنقطه مال السباق، اخذنا احداثيه مالتها وقيل وقبل لا تطلع النتيجة نغير الإحداثية مال النقطة، هل يأثر على النتيجة؟ أكرم أبو بنين، أنا افتهم شو يقول أكرم أبو بنين، شو يقول بقى أخوان قبل ما ندخل. طبعا هذا الموضوع حق كل واحد، كل جناي له حق إنه يسأل مدير النادي. طبعا قبل ما أجاوب، تحية حب لكل مدراء الأندية بالعراق كلهم، تحية حب لهم، والموضوع ترى مو يمهم، هذا الجواب مالتي مو يمهم، هذا الموضوع يخص الجنايم. انت من تدخل على السباق الجديد السابق، اكو امور لازم انت تكون عندك بها معلومات اوليه، لازم تعرف
يا جناي انت من السابق من حقك تسال مدير النادي، من حقك تاخذ احداثيه مال اي شخص، من حقك تسال، من حقك تفر الحاسبه، تبوع الحاسبه، تشوف ايش دا يصير بالحاسبه. يعني لازم انت تسال، لا تصير مبهم قاعد انت وما تعرف شنو اللي دا يصير، لا. فاليوم احنا نريد نخلي كل الجنايه يصير عندها اتساع بالمعلومات، يصير عندها يعني فكر واسع بالمعلومات مال السباقات. ما سباقات، انت من تجي تدخل على السباق خلينا نقول فكيته 100 كيلو، 100 كيلو، اجى الحمام، اجى الحمام، طب الحمام كل من عرف وقته. هذا اللي يقصده ابو بنين. قبل ما تطلع النتيجه، انتبهوا، قبل ما تطلع النتيجه، النقطه اللي انفك من عندها الحمام، النقطه اللي انفك من عندها الحمام ما اخذوا الاحداثيه ونزلوها، اطوا غير احداثيه مال مسافه عرض 30 كيلومتر. تعرفون النتيجه كلها راح تتغير، النتيجه كلها راح تتغير. دا يقول هل تتغير؟ راح اقول لك نعم ابو بنين، تتغير النتيجه والاول يصير يجوز 10. هسه انتم ما فهمتوا، بس انا راح اشرح لكم اياه، راح اشرح لكم اياه وراح افهمكم شنو الموضوع. ومن حق اي واحد يقول للمدير النادي شو يقول له؟ يقول له جيب لي الاحداثيه. شلون يجيب لي الاحداثيه؟ صراحه افهمكم اني هذا قبل ما ندخل للكورس، قبل ما ندخل الكورس. وهذه حق من حقوق الجناي، حق من حقوقه انه يسال مدير النادي، يقول له شوفني. شوف اخوان، واضحه مو واضحه؟ خلي فر التلفزيون، خلي فر التلفزيون حتى تصير تكون معلومات واضحه. واضحه هسه؟ واضحه اخوان، باعوا عليه. هسه مثلا عندك هاي المدينه، هاي المدينه، خلي اليوم الكل تعرف الجنايه، خلي يصير عندها اتساع بالموضوع. اخوان عندك جناي هنا، جناي هنا، جناي هنا، جناي هنا، جناي هنا، على سبيل المثال. طبعا هي الجناي هنا مطشره، بس اضرب لكم مثل. واضحه؟ يوميا معلومه جديده نعطيكم، يوميا معلومه جديده تستفادون عندها. واضحه؟ واضحه اخوان. نقطه السباق منا، نقطه السباق منا، نفك الحمام منا 100 كيلو. خوش حكي اخوان؟ واضح؟ اذا واضحه خلي واحد بس يقول لي واضحه الصوره. بس واحد يجاوبني. ماكو. المهم ما تطلع عندي هذه. اخوان باعوا علي. القصد من عنده اللي اريد اوصل لكم اياه شنو؟ نفك الحمام منا. شوفوا اخوان، النتيجه ايش طلعت؟ طلعت هذا اول، هذا ثاني، هذا ثالث، هذا رابع، هذا خامس، من الاول للخامس مثلا على سبيل المثال. واضح حبيبي؟ رحم الله والديك على الفريجي. دخل الحمام كليته، رحتوا للنادي، رحتوا للنادي، واحد قام يحكي ويا الاخ، عرفتوا النتيجه انتم بيناتكم قبل ما تطلع بالحاسبه. تغيرت الاحداثيه، الطول الاحداثيه مال هاي النقطه. من يهمهم؟ من يهمهم مثلا الحكم مثلا اعطى احداثيه مال هذا المكان. شوفوا اعطى الاحداثيه مال هذا المكان، هذا صار خامس، هذا صار اول. حبيبي عمار شفتوا شلون؟ راح اعيدها اخوان. هذه نفك الحمام منا بالسباق، سباق 100 200 300 500 ماكو مشكله. الجناي اكو جناي هنا، اكو جناي هنا، اكو جناي هنا، اكو جناي هنا، اكو جناي هنا. واضح؟ واضح. نفك الحمام، طلع الحمام، الجناي سولفوا بيناتهم، هذا طلع اول وقته حلو، هذا وقته حلو، خلينا نقول يعني بيناتهم سولفوا. خوش حكي. النتيجه بعدها ما طالعه، النتيجه بعدها ما طالعه. خوش حكي. اجى الحكم، اجى الحكم، العفو اسف جدا، اجى الحكم غير الاحداثيه. مثلا سبيل المثال يعني اكو حكي صار، تغير حكي، سوالف صارت، امور قضايا، تغيرت الاحداثيه، انطوا الاحداثيه مال هذا. هذا خطيه، هو مو اول، صار خامس، هذا صار اول. فهمت شلون؟ وهذا صار ثاني، وهذا صار، النتيجه كلها تغيرت، كلها تغيرت النتيجه. بس غيروا الاحداثيه، بس غيروا الاحداثيه، النتيجه كلها تغيرت، الاول صار خامس. الحل شنو؟ جايكم بالحل. أنا جايكم بالحل. أهم شيء وصلت الفكرة.
فهمتوا شنو الموضوع؟ هذه ما حد ينتبه عليه، بس اليوم احنا خلينا نحكي كل شيء. يد الجناية كل شيء تعرف، ما ينضم عليها شيء. مع احتراماتي لكل مدراء الانديه، مع احتراماتي لكل الحكام بالعراق كلهم احتراماتي لهم، انا ما اقصد احد، بس اريد الجناي كل شيء يعرف. الحل شنو؟ الحل اللي يروح يفك الحمام شو تقولوا له؟ قولوا له صور فيديو، صور الحمام من انطلق الحمام كله تطار، راح الحمام، لا تسد الفيديو، تعال يم العربه، جيب الجي بي اس، صوره، صور الاحداثيه خذوها سجلوها يمكم. انتهى، رجع، اجت بالليل تطلعون النتيجه من الحاسبه. قولوا للمدير نادي شوفنا الاحداثيه اللي نزلتها، نريد نشوفها الاحداثيه، خلي يشوف لكم اياها وطلع عليها النتيجه، حتى لا حد ينظلم، حتى لا حد ينظلم. كل فيديو، كل بث مباشر انا راح اعطيكم معلومه، حتى شويه شويه نخلي الجناي المبتدئ يصير بطل، شويه شويه نخلي كل الجنايه تعرف كل شيء كانت ما تعرفه، كل شيء مبهم خليها تعرفه. لا حد يقول احمد ابو شعر يقصد احد، لا حد يقول احمد ابو شعر ده يتكلم عن احد، لا، انا اتكلم بصوره عامه. هذا حق المتسابق، هذا حقي انا اروح لابو النادي، هسه انا سابق بنادي، اروح لابو النادي اقول له اوقف، طلع لي الاحداثيه اريد اشوفها، صور لي اياها باكر وتجيب لي اياها واريد اشوفها. اوقف، شوفوا لي الحاسبه، احداثيه فلان شخص بطل جناي، شوفني الاحداثيه مالته، اوقف لا تطلع النتيجه، راح اروح على بيتهم هسه 5 دقائق مشان اياه. من حقك اخي، لما بيها زعل، وصدقني مدير نادي ما يزعل، بالعكس يكيف حتى يثبت انه هو عمله صحيح. ابو النادي يكيف، مدير النادي يكيف، الحكم راح يكيف. عرفت شلون؟ هذه قبل السباقات انا تكلمت بيها هسه، قبل السباقات اريدكم تعرفوها، حتى من تدخلون للسباق لا تقول فلان عنده شيء، فلان عنده شيء، لا تظل تحكي. اسال ابو النادي يا جناي، اسال ابو النادي بدون زعل، واحكي ويا ابو النادي وقول له شوفني الاحداثيه، حتى لا تتهم احد، لا تقول هذا الشخص زور، هذا الشخص تلعب بالاحداثيه، لا، اذا انت تشوف نفسك مو بطل اتركه، قول له تعال ابو النادي شوفني الاحداثيه مال احمد ابو شعر، وين الاحداثيه مال احمد ابو شعر؟ اعطيني اياها. احمد ابو شعر شو خلي اروح لبيتك سطحك، اقيس الاحداثيه مالتك، اخذ الاحداثيه مالته وروح لمدير النادي ينزلها بالحاسب وخليه يطلع لك. لا تظلم احد، حتى لا حد يظلم احد ولا حد ياكل حق احد. ما ابي ازعل، كل شيء خلي يصير قدامكم، كل شيء خلي يصير تعرفوه، هاي قبل السباق. عرفت شلون؟ نرجع هسه الموضوعنا، اي واحد عنده سؤال بخصوص هذا خلي يسالني وانا اجاوبه، خلي يسالني وانا اجاوبه. زين؟ الله يسلمك حبيبي الغالي، اني بالخدمه، صفوان حبيبي، احنا نريد الهوايه، ما نريد شيء ما يعرف، ما نريد احد جناي ما يعرف ما عنده معلومه، لا نريد الكل تعرف، ما نريد انه بس يطبق. قال احمد ابو شعر وطبق وطلع غلط، لا، اسال وتعلم، ولا تقعد طب بالنادي تقعد كانه كل شيء ما تعرف، لا، فر الحاسبه، اوقف مدير نادي قبل ما تنزل طلع النتيجه. اكثر الانديه انا اطبلها فار الحاسبه، الحكم فار الحاسبه ما ادري ايش دا يسوي، فر لي الحاسبه خل اشوف، انا قاعد بالقهوه، فر لي الحاسبه خل اشوفك ايش دا تسوي، نزل ساعه له خير، دا اشوف شنو اللي دا يصير، حقي انا هذا، ما بيزعل، ما حد يزعل. والله عبالك اكو شيء حاط الحاسبه هيجي، لا تفوت منا، لا توقف منا، اوقف خل اشوف ايش دا يصير، على اي اساس؟ شنو اللي دا يصير؟ هو اكو شيء ما تريدون نعرفه احنا؟ فرق كل الانديه، يعني اكثر الانديه حاط الحاسبه وقاعد الجنايه منه، شنو هو يعني؟ ما تريدون احد يعرفه شنو دا تسوون شيء؟ حط شلون هسه اخونا ابو احمد كمال خنياب ومهند القريشي يسوون بث مباشر، حط الحاسبه وطلع النتائج بيها، شد حلو قدام الناس كلها تشوف. انت مدير نادي حط لك شاشه كبيره قاعد الجنايه يقول انباع اخوان، هاي اول ساعه دخلت، هاي اول ثاني ساعه دخلت، هاي ثالث ساعه دخلت، هاي رابع ساعه دخلت، طلعت النتيجه. خلي الجنايه يشوفون شنو اللي دا يصير، بساعه من قاعد الطب شنو اللي دا يصير، خلي يتعلمون شلون تطلع الاحداثيه، شلون تطلع النتيجه، شلون تندمج النتيجه، وخلي يصير. واسال اي عندك سؤال اسال مدير النادي، لا تخاف، اسال مدير النادي قول له تعال هذه فلان شيء، انت جناي، انت اللي رايح، انت الابو الفضل، خلي الجناي له قيمه تصير بالعراق، خلي الجناي يصير له كلمته بالعراق، لا تخافون، اسالوا، طلع واحد يروح ويا الحمامين يفكر له، لا تخاف، اطلع، انت جناي، انت بطل، كل شيء عندك سوالفه وكل شيء عندك، لا تخاف من عنده.
والله ضحكت. صفاني والله شفرة الحساب. اي والله، والله العظيم. يعني شنو اطب للنادي بدي اطلع النتيجه مالتي ما اعرف؟ شوف الناس وخل الناس يشوفوا، انت ما عندك شيء. يا انا كلام الحق على شيء ولا اقصد احد تراني، بس اعرف اكو شغلات كل بث مباشر راح اتكلم عن فد موضوع خلي كل الجناي تعرفه. والله الحمد لله هسه الحمام العراق زين والله، اعداد حلوه ومواضيع حلوه. المهم اخوان نرجع لموضوعنا. الله يسلمك حبيبي. اي والله رائد حبيبي، شو تسوي؟ المهم اخوان نرجع للموضوع. الكورس اعيد واكرر اخوان، هذا الكورس هذا هو اخر مرحله، اخر حلقه، الحلقه الاخيره. الكورس اذا حمامك اصوله مو صحيحه، صحته مو صحيحه، تدريبه مو صحيح، ادارتك مو صحيحه، الكورس ما يغلبه. الكورس ما يغلبه. هاي صار يمكن اكثر من 5 مرات اعيد هاي الموضوع. هاي ثاني. هاي اولا. ثاني شيء، ماكو كورس ثابت. ماكو كورس ثابت. ما تقول هذا الكورس مال احمد اذا استخدم غيره راح اخسر. لا، كل واحد عنده كورس. حبيبي صلاح، لا مو عصبي يعني، بس انا اريد يعني اتمنى انه الجناي العراقي هو يصير الشيخ. هو شيخ، وانا بدي يصير شيخ ان شاء الله. يصير كل الجناي بالعراق يصيرون شيوخ والله العظيم. الجناي يصير مدلل. الجناي العراقي لازم يصير مدلل، من يقعد بالنادي مدلل. هو اللي سوى النادي، هو اللي رفع من اسم النادي. اني وانت وفلان وفلان رفعوا اسم النادي، صح لو غلط؟ يونس ابو علي، التدريب قلل من دماء المعركه. الله يسلمك. لوفت العاديات ها هي، لا تخاف. يخلي الله ثقته ورجاء ما يخاف. الله يسلمك حبيبي صلاح. اخوان ساعة بيش صارت؟ حضرتوا ورقة وقلم حتى نسولف بالكورس، وان شاء الله يفيدكم وان شاء الله تستفادون من عنده. الله يسلمك حبيبي صفوان. الله يخليك. لا مو اكو معلومات اني لا شفتها لا بالخليج ولا شفتها بالعراق ولا شفتها باوروبا ولا شفتها باي دوله بالعالم. اكو معلومات لازم الجناي يخلي يعرفها، يخلي يعرف حقيقتها. تعال مدير النادي تحت فك الحمام، صور لي شلون تفك الحمام بالعربه ويطير الحمام. لا تطفي الفيديو، لا تطفي الفيديو كمله. راح الحمام، تعال لي يم العربه، طلع لي الجهاز مال الاحداثيه، شوفني الاحداثيه، اخذ الاحداثيه كتبوها. من يجي بالليل يطلع النتيجه يقول له دخل هاي الاحداثيه، ما اريد تدخل غيرها، دخل هاي، حتى ما حد ينظلم ولا جناي ينظلم. زين. الله يسلمك كرار. اخوان هسه راح نتكلم بخصوص الكورس، وان شاء الله يكون سنه خير عليكم تستفادون من عنده وهذا الكورس. زين اخواني، قسموا بالورقه 7 ايام صباحا ومساء. 7 ايام. اليوم الاول هو يوم العوده، يوم العوده من السباق. احنا هسه راح داخلين على السباقات. ما اريد اتكلم يعني انا هالايام انتم شو تسوي، انا تكلمت على هاي الايام. هسه انتم بتدريب، انا اعرف هسه كلها بتدريب وقاعد اتدرب. هذه المواضيع انا حكيت بيها، هاي المواضيع انا حكيت بيها وتكلمت بيها، وان شاء الله استفاديتوا من عند. افرض هسه الوقت تفردون الحمام، والحمام يتدرب الاناث وحد والذكور وحد، وتوصلون مسافه ان شاء الله 50 40 كيلو. هذا كله سولفنا بيه، بس باختصار قبل ما نفوت بالكورس. تدرب الحمام يوم 20، يوم 25، يوميه 30 تقدر. يوم تدربه ويوم الطيره تفصل من الطيره بهالايام، تخليه على راحته لان هو دا يتدرب. الوجبه الرئيسيه تكون الصبح، هسه شو تسوي؟ انا قلت قبل انه تعطي بس وجبه الصبح. هسه بما انه برد الجو وداخلين على السباق، تكون العصر ب3 كل طير نص خاشوقه مال اكل، والصبح الوجبه الرئيسيه مالته ياكل مرتاح، مو جوعان، ياكل مرتاح، ياكل براحته. الدنيا بارده، تعطيه العصر ب3 نص وجبه، يعني نص خاشوقه مال اكل. وجبته الرئيسيه الصبح حتى يجي متحفز عليها، حتى من يطير هو يتحفز على الاكل ويتحفز على طيرته. عرفت شلون؟ من تدرب كل يومين 3 من تدرب طبقه ويا طيرته فد 10 دقائق ربع ساعه، وحطه بالقفاصه، اطلع الصبح دربه حتى يتعود تجهزه للسباقات. زين. هاي المواد اللي راح اقولها تقدرون تطوها من هسه، تقدرون تطوها شوي من هسه، حتى من يدخل السباق ما يستغرب عليه هاي المواد، جسمه متقبلها وجسمه ماخذها. زين عيني اخوتي، والتوفيق ان شاء الله للجميع. اخوان هذا الكورس اللي راح اكتبه اني، كل جناي اذا ما سوى بنتيجه، الخلل يا اما بادارته، يا اما بصحه الحمام، يا اما باصول الحمام، يا اما بادارته.
هذا الكورس كتبه اذا ما سجلت بيه هذه اكو مشكله عندك بالحمام. زين اخوتي، يا الله نجي على يوم العوده، خلينا نقول الجمعه، سباق الجمعه الصبح اجى الحمام. ايش راح تعطي الحمام؟ ايش راح تحضر الحمام؟ تحضر له اكترولايت، تحضر له بالمي، وتحضر له اكل الخفيف، الاكل الخفيف مال الكناري، كل واحد له يسميه اسم ما اعرف. اكل خفيف مو وجبه كامله، اكل خفيف. هسه احنا راح نبدي بالقصيره. يتكلمون عن السلالات والخطوط وما يتكلمون عن المواد اللي يجهز الحمام بها ويفتح العلاوه. اي صفوان، انا شوف انا ليش قلت لك بدايه الحلقه هسه ولا بدي ادخل على الموضوع. ما حد يتكلم بهذا خصوص الكورس، ماكو، قليل جدا يتكلمون يطلع بث او فيديو يتكلم بخصوص الكورس، لان هذا الموضوع معقد ويسبب تساؤلات ويسبب احراجات، وناس راح تحكي كل واحد شكل، واحد يقول لا هذا خطا وهاي صحيحه وهاي خطا وهاي صحيحه، ولهذا فما حد يطلع حتى لا حد ينتقد. اكو ناس ضج من الانتقاد وضج من الكلام، ولهذا انا اقول لكم انه هذا الكورس هو مو ثابت، تقدر تغيره وتقدر تغيره وتقدر تغير ماده، ماكو شيء ثابت، ماكو شيء تقول احمد ابو شعر قال الا هذا، لا، اكو غير جنة يستخدمون غير هذا الكورس وماشيين عليه ومستفادين يسجلون، بس احنا ننقل اللي شيء استخدمناه واستفادينا من عنده وطيناه لغير ناس وسجلوا بيه. للعلم اني كورسي كلش خفيف وبسيط. بكر ان شاء الله، والله ان شاء الله، يعني انا قلت لك المواد انا مال الكورس مالتي ما اكثر، مواد قليله كلش، يعني ما اكثر من عنده، بس اني اركز على اول يومين. اكرر اخوان، ركزوا على اول يومين العوده، اول يوم العوده حاول تعيد الحمام، وراها لا تهتم للمواد، اهم شيء اول يومين تعيد الحمام شلون ما يجي. اخوان اول ما يرجع راح تعطيه الاكل الخفيف مال الكناري، ما عندك انطيه اي اكل خفيف عندك، حتى لا تقولون ما اقدر اشتري. وجبه خفيفه بالعوده الصبح، تخلي له اكترولايت. اكو بعض الاكترولايت بكليكوز، طبعا هذا كلش راقي كلش زين، حتى تختصر كليكوز او اكترولايت بالمي. اذا ماكو عندك انطيه الاكترولايت والكليكوز خليه بعدين، فتعطيه الاكل الخفيف وتعطيه الاكترولايت بالمي، اي نوعيه اكترولايت. الاكترولايت هو عباره عن املاح. ليش نعطيه للحمام؟ خلي اخوان انا اعرف انتم عندكم معلومات، يعني اقسم منكم عنده معلومات ويعرف، بس انا اريد اركز على الناس اللي تقول انا ليش اعطي، يعني بس ياخذ المعلومه، حط اكترولايت قال احمد ابو شعر انطي اكترولايت وخلاص، لا، انا اريد اللي يعرف ليش نعطي الاكترولايت حتى تصير عنده معلومه. اخوان الطير من يجي من السباق فاقد اكترولايت واملاح وسكريات وكربوهيدرات وبروتين، كل شيء فاقد، فالاكترولايت يعوض الاملاح اللي فقدها. شلون واحد تعب وصام نزل عنده الضغط يحتاج له املاح حتى تعادل له الضغط، الاكترولايت يعادل له الضغط، يوازنه، لا يرفعه ولا ينزله، يوازنه. فتعطيه اكترولايت اول ما يجي بالمي، تخليه يمه لحد العشاء. نجي هسه للعشاء، الاكل الخفيف. ليش نعطي اكل خفيف؟ لان هو معاه جاي، شلون واحد جاي يركض وتعبان جاي، فما يصير نعطيه اكل ثقيل حتى لا تقوم نفسه تلعب ويتقيأ، لا، تعطيه اكل خفيف بسيط حتى شنو؟ ما يتاثر عليه، ما ياثر على معاه، يرتاح. نجي على وجبه العشاء اللي هي بالثنتين او بالثلاثه، بالثنتين او بالثلاثه، راح تعطيه اكل وجبه زينه، اكل كل شبيه، اكل كل شبيه 193 مال الكولكشن، تعطيه الفينش، تعطيه مال شوف انت شو تنطيه، بس اكل يكون كل شيء بيه، لوز وما لوز، لو اي فستق وما فستق، وكل شيء تكون بيه مواد كامله مال سباق، خاص مال سباق. تنطيه اياه بالعشاء بالثنتين وبالثلاثه، تعطيه لحد ما يشبع، تخليه لحد ما يشبع. شو تحط له وياه؟ شو تحط له ويا الاكل؟ شو تحط ويا المي؟ المي تخلي له البطل الاسود، البطل الاسود تخلي له، اي بطل اسود. اخاف تقول البطل الاسود غالي، لا، اكو موجود بطاله سود موجوده بها مجموعه فيتامين ب 20 18000 موجوده، سيسي على اللتر، تقدر تنطيه اياه. زين، هذه بالمي، تحط الكليكوز وتحط له البطل الاسود بالمي. بالاكل شو تخلي له؟ بالاكل تخلي له البروتين، عندك بروتين تخلي له بالاكل بروتين، واذا عندك اي مكيف معوي، اي مكيف معوي، اي شركه، اي شيء مكيف معوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو سجاد حبيبي سعد النجار، تحيه حب لهم كلهم وسلمنا عليهم كلهم. فشت تنطي بالاكل بالعشاء قلنا،
تنطيه البروتين وتحط له اي مكيف معوي، لان امعاء شويه احتمال من البرد فارغه كانت، انت موكله قبل يوم الصبح، انت موكله الخميس الصبح، فظلت امعاء فارغه، فشو تسوي؟ تعطيه شويه مكيف معوي حتى ما يصير عنده اي مشكله بالامعاء. اهم شيء الامعاء، حافظ على الامعاء. انتروباك هو مكيف معوي ماكو مشكله، تيجي تنطي انتروباك اكو هوايه مواد مكيف معوي هوايه، انا شارح عليها قبل وسولف عليها قبل. هاي عندنا اليوم الجمعه، كملنا. نجي على ثاني يوم اللي هو السبت، يبقى البطل الاسود بالمي. البطل الاسود شنو؟ بيه احماض امينيه، بيه الكترولايت، بيه املاح، بيه سكريات، بيه كربوهيدرات، بيه هواي امور تعوض له اللي فقده، تعوض له اللي فقده، تبقي له اياه. جلوكوز خلاص ثاني يوم ينشال، بس تخلي البطل الاسود بالمي. ايش راح تعطي؟ راح تقعد الصبح، ثاني يوم راح تقعد الصبح على راسي طار الاحلام اتشرف فيك، والعراق كله يشرف بيك، والجنايل بالعراق كلهم يشرفون بيك، وعلى راسنا اهلا وسهلا نتشرف بيك. تقعد الصبح تبدي عاد ترجع الوجبه مالته اللي هي الرئيسيه الصبح، وجبته الرئيسيه هو الصبح، راح تقعد الصبح ما تفتحها، ما راح تفتح الحمام. تقعد الصبح تنطيه وجبته اللي تعطيه يوميا بالتسعه ورا الفصل ورا التدريب، بالتسعه بالعشر تعطيه وجبته الرئيسيه. شو تحط له وياها؟ هم تحط له وياها بروتين. زين، تحط له مكيف معوي، اي مكيف معوي تعيد اياه مره ثانيه، وبالمي تحط له البطل الاسود، وتحط له البطل الاسود كافي، هاي يكفي بطل اسود وهاي المواد حتى تعيده. اكو بعض الاخوه يحطوا له بروتين نوعيه نوعيتين، اكو بعض الاخوه يخلوا له مكمل باني للعضلات ما باني للعضلات، اكو مواد هوايه تقدر تخليها انت، تقدر تخليها، بس اهم شيء ماده تعيد البناء عضلات، تعيد بناء الجسم، ترجع له الوزن، تقدر تخلي له اياه. اول يوم ثاني يوم تقدر تخلي له اياه، حتى ما اختصر لك اياها بس بهاي المادتين، لا تقول احمد قالها، لا هذني تقدر انت تنطيهن. هذا اليوم الاول. يوم الثاني العصر، ثاني يوم العصر تفتح الحمام، تفتحها براحته، 12 11 بالوحده تفتحها براحته، تخليه براحته الحمام، يطلع برا يبقى نص ساعه يبقى ساعه طق، مفروض مو مطبوق، مفروض مو مطبوق. خوش حكي. تدخل الفحلات بعدين ترجع الطواير نفس الحاله، تجي عليهم بالعشاء هم تعطيهن وجبه يشبعن بيها، مو نص وجبه، وجبه يشبعن بيها. هم تخلي قلنا بروتين اذا عندك اول يومين تعطيه كل مواد البناء، كل ماده تبنيه تعيده تنطيه اياه. انتهينا من اليوم الثاني. نهار كله قلنا بطل اسود ويا تريد تخليه اكترولايت، تريد تخليه يعني هو بيه اكترولايت البطل الاسود، يعني ما يحتاج انت تكثر له باقي المواد وتحط له العفو بسم الله ارجو المعذره جدا، تحط له بالاكل بروتين وما بروتين مكيف معه، وتخلي له اي ماده عندك للبناء تقدر ترجع له اياها. هاي اليوم الثاني انتهينا من عنده. طبعا تتابع الحمام حتى لا تاخذ كلامي، انا ليش قلت بالبدايه لا تاخذ كلامي، تباوع الحمام، الحمام مضروب لا سمح الله، عنده تنفسيه، عنده فطريات، عنده كنكر، تتابعه. هاي الجمعه والسبت تتابع الحمام، تتابع الحمام تشوفه. سيد هاني ابو محمد لا اوميجا 3 مو هسه، بعدين تعطي الاوميجا 3. تقدر تعطي السبت مجموعه زيوت، تقدر بالاكل ترطب المواد بمجموعه زيوت اذا عندك تقدر، بس مو انرجي، مو زيوت انرجي، لا اكو مجموعه زيوت زين اويل، شوف شنو الموجود تقدر تنطيه للحمام، تقدر تنطيه، تقدر تخلي وياه خميره، اذا انت انطيت مكيف معوي ما يحتاج تعطي خميره، اذا ما عندك مكيف معوي تقدر تعطي خميره حتى تعيد البناء الطير. شوف اول يومين بناء، اول يومين بناء، اول يومين تقدر تعطي الويندر بجن ماكو مشكله، اول يومين تتابع الحمام، تشوف عيونه، تشوف خشمه، تشوف حلقه، تشوف لهاته، تشوف ريشه منفوش، ضروقه تتابعها. ليش؟ لان عندنا اليوم الثالث علاج، اليوم الثالث علاج. شو تعالج؟ انت تشوفه شنو البي، تعطيه كنكر، اعطيه كنكر وفطريات سويه، يوم كامل من الصبح لليل بالمي، بالمي تنطيه من الصبح لليل علاج. اذا بي تنفسيه تعطيه تنفسيه، اذا بي التهاب امعاء تعطيه التهاب امعاء، المهم كل اسبوع تنطي شيء علاج، كل اسبوع تنطي علاج شيء. هالاسبوع تنطي كنكر وفطريات مثلا، الاسبوع الوراء تنطي مال التهابات، الاسبوع الوراء تنطي تنفسيه. بس قلنا اذا الحمام العفو مريض او مصاب من العربه
الكورس اللي انا اقوله كله توقفه، ما تنطي الحمام، تعالج الحمام وترجع الحمام، وبعدين عود تشتغلوا بهذا الكورس، حتى لا تقول احمد ابو شعر انطاني كورس والكورس هذا ضرب لي الحمام، والله خلى انطي مثل ما قالوا وانتهى الموضوع. لا، هنا الكورس يلغي اذا مضروب الحمام، انتبهوا عليه. عرفت شلون؟ انت قلنا اليوم الثالث علاج، عندك علاج تريد تنطيه انطيه بالمي، وبالاكل تنطيه مكيف معوي، لازم مكيف معوي، لان العلاج يضرب البكتيريا النافعه يقلل الهياج، قلنا لازم نحافظ على معاه، يعني اول 3 ايام مكيف معوي ماكو مشكله، انتهينا. نجي على اليوم الرابع. اليوم الرابع سيديكول، تنطيه السيديكول اليوم الرابع، مي بالمي من الصبح لليل، وتنطيه بالاكل. طبعا السبت تسبح الحمام، اكتب يمك السبت تسبيح الحمام، السبت تسبح الحمام. ثاني يوم من تفتح قلت العصر الظهريه تفتحها تخليه مفتوح، تخلي له طشت يسبح به الحمام. خوش حكي. نرجع على اليوم الرابع اللي هو تعطي سيديكول بالمي وبالاكل من الصبح لليل، سيديكول من الصبح لليل. طبعا شلون تعطيه بالمي؟ يعني العلاجات مثلا الاثنين شو تسوي بالليل؟ الاحد بالليل نطفي الضويات، تشيل المي ب 12 بالليل، تشيل المي من الحمام بال 11 بال10 تطفي الضوء، تشيل المي تحط له مي بسيديكول وتعوفه جوا الحمام، لان الحمام اول ما يقعد الصبح راح يشرب مي، راح يشرب مي. عرفت شلون؟ اليوم الثالث العلاج ترجع الصبح وجبه تشبعه، وبالليل نص خاشوقه مال اكل. نرجع للكورس الاولي، اول يوم قلنا الشبعه صبح وعصر تشبع الحمام حتى يعيد بناءه. اليوم الثالث اللي مال علاج اللي هو الاحد، الصبح وجبه ياكل كل شيء يشبع بيها، العصر تعطيه نص خاشوقه مال اكل. بيوم العلاج طبعا تفتح الصبح يطير فصل كامل، تخليه يطير فصل كامل، هو راح يشوفه رجع بناءه ورجع طبيعته، تخليه يطير براحته 45 دقيقه 40 دقيقه 50 دقيقه، تحبس الحمام وانتهى كل شيء. نجي على اليوم الرابع قلنا سيديكول بالمي وبالاكل، هم تفتح الحمام بس الصبح يطير براحته شويه، خلي الحمام يطير، خليه يطير الحمام، يعني ادفعه 45 دقيقه 40 دقيقه 50 دقيقه ساعه، خليه يطير وانت راقب. اخاف اكو طير بيه مشكله، اخاف طير بيه ضربه، اخاف اكو طير عنده مشكله مريض، انت تتابع الحمام ضروري، لان اول سباق شويه يكون نحس. كملنا اليوم الرابع، نجي على اليوم الخامس. اليوم الخامس ايش راح تنطي؟ هسه نظفنا الحمام بالكامل، نظفناه. اليوم الخامس بالمي من الصبح لليل تنطيه البطل الاسود مره ثانيه. البطل الاسود عندك بطل بيه فيتامينات خاص وتقدر تخبطه ويا البطل الاسود، تقدر تنطيه بالمي من الصبح لليل. بالاكل ايش تنطي؟ بالاكل احنا وصلنا قلنا الثلاثاء حتى لا ننسى، يوم الخامس الثلاثاء، الجمعة السباق، الثلاثاء الجمعة السباق. صفوان حبيبي، الاعشاب تقدر تخبطها ويا الاكل، ماكو اي مشكله، تقدر تخبطها ويا الاكل ورا ستيديكول، يعني الثلاثاء واربعاء تقدر تطي بالاكل اذا اعشاب، بس اذا كيميائي لا هسه راح اجيك. قلنا تنطي يوم الاحد تنفسيه، وهسه هم راح اجيك يوم الثلاثاء بالنهار كله بطل اسود او بطل بمجموعه فيتامينات بالمي. بالاكل ايش تنطي؟ تخبط الموم معروف الموم، ما اريد اقول الشركات، الموم وتخبط وياه مجموعه زيوت اوميجا 3، موم اوميجا 3 زين. بالاكل صبح وعصر، حسون اسال على البطل الاسود ما راح يقولوا لك شنو البطل الاسود، اي شركه مو بهذه مشكله. بالمي البطل الاسود بالمي، لحد ما قلت البطل الاسود بالعلف كله بالمي. بالريوق قلنا وجبه رئيسيه يوم الثلاثاء، يطير الحمام ينزل تعطيه وجبه رئيسيه، تحط له بيها موم وتحط له بيها الاوميجا 3 مجموعه زيوت. وبالعشاء النص خاشوقه هم تقدر تخبطها نفس الواد ماكو مشكله. هاي يوم الثلاثاء انتهينا. نجي على يوم الاربعاء. اليوم السادس
الموم يخزن له طاقه. هسه بعض الناس تسال، الموم اخواني يخزن طاقه، هو الاوميجا 3 يخزن طاقه، يجمع له طاقه بجسمه، يسوي عنده طاقه. السيليكول قبل يوم ينظف له الدم وينظف له الكلى وينظف له الكبد والسموم كلها ينظف له اياها. فبما انه نظف، نجي يوم الثلاثاء ننطيه الموم اوميجا 3 خازن مال طاقه، والبطل الاسود بالمي هو يرجع له الاحماض الامينيه والالكترولات والمواد كلها يرجع له اياها. نجم سالتني ليش ما جاوبت، والله اني من بدي اشرح يعني ما اباوع، قليل اباوع يعني. اسالني مره ثانيه وانا اجاوبك بالدليل. زين حبيبي ازهر، الاكل كل شيء بيه، كل شيء بيه، مو ناعم لا، كل شيء بيه الاكل، كل شيء بيه، لازم كل شيء بيه. تريد الفينيش، تريد ال 193 هوايه يعني، هوايه ما اريد اذكر لك بس المهم الاكل هو يصير مال سباق، يكون اون ريدي، يكون جاهز بالستاند باي. زين كل شيء بيه، مو الانرجي، بس مو الانرجي. هسه راح اجيك على الانرجي. قلنا الثلاثاء انطينا هاي المواد، تقدر بالليل الثلاثاء ب 12 بالليل بالوحده بالليل تصعد تبلع الحمام تنفسي حبوب. زين امجد الجغيفي، البطل الاسود معروف وتريد رخيص، بطل زين اسود تلقاه بالسنه مع الشركه الايطاليه الماكس فورت، رخيص وسعره مناسب تقدر تاخذه. تريد يعني امورك ماشيه تقدر تاخذ بطل اسود من الشركات بشارع فلسطين، هوايه مواد بطل اسود، هواياكم نوعيات زينه. امجد الجغيفي، هو البطل الاسود بس يقول شنو البطل الاسود، هم يعرفوه البطل الاسود معروف يعني. هذا البطل الاسود يعني ماكو 3 مواد 4 مواد لها بطل اسود، هو معروف بطل واحد. ابو ملاك هو انا اعرفه بس انا ما اريد اذكر الاسم، يعني ما اريد اشخص اسم بطل بالذات، حتى لا يقولون احمد دزنا على بطل غالي وما نقدر نشتري، لان اكثر الاخوه مبتدئين وانا ما اريد المواد تكلفهم، ما اريد المواد تكلفهم. اكو بطل اسود رخيص وشغال، واكو بطل اسود غالي وهم شغال، عرفت شلون؟ فاني ما اريد اذكر اسم شركه معين، حتى ما اريد الناس تاخذ اكثر من طاقتها. حتى الاوميجا 3 انا شرحت عليه قبل، اكو رخيص واكو غالي. حلو. اكو سؤال واحد سأل قال التدريب الثلاثاء تقدر تطلع تدرب الصبح، تدرب 40 كيلو 50 كيلو تقدر تدرب كلش عادي يوم الثلاثاء او الاربعاء. الثلاثاء او الاربعاء، او الثلاثاء والاربعاء 30 ب 30 او 35 ب 35 بدون فصل، يجي راسا يطب الحمام. وانا شو مريض البطل الاسود بيه احماض امينيه وبيه الكترولايت وبيه كربوهيدرات، يعني بيه كل شيء فقد الطيار يرجع لي اياه، كل شيء فقده يرجع يبني لي اياه من جده وجديد، فقده من سبب السباق، بسبب الجهد، بسبب المطيار، يعيد لي اياه يرجع لي اياه يبنيه من جده وجديد. احسنت علي كريم، بارك الله بك، احسنت علي كريم. اكو شركه ايطاليه هم ما دام انت ذكرت الاسامي، اكو شركه ايطاليه اسمها ماكس فورت، سعره 18000، فشي راقي جدا جدا. سيسي واحد على لتر، سيسي واحد على لتر، وهو لتر، هو لتر البطل لتر، تاخذ منه سيسي واحد على لتر يكفيك سنه كامله يكفيك. اكرم المالكي طبعا يصير 100%. يعني انا اليوم وقتي مثلا، ولو حنطلع عن الموضوع، يعني وقتي انا اليوم اول مثلا رحنا للنادي نسوي النتيجه، صار تلاعب بالاحداثيه، مثلا تغير مكان الانطلاقيه، مثلا تغير 25 كيلو الانطلاقيه مال العربه، اليوم انا اصير 10 اصير 5، فتاثر. اي نرجع الموضوع. قلنا تدرب بالثلاثاء والاربعاء، تقدر تدرب يومين، يوم 35 وثاني يوم 35، او تقدر تدرب يوم واحد 40 او 50 كيلو. زين اي كلش اقتصادي، انا دا استخدمه صراحه على علاوي، انا دا استخدمه وشفت فرق عليه. والحلو البي تقدر تعوفه جو الحمام 20 يوم 25 يوم ما يضر نهائيا، للافراخ للكبار. زين سيسي على 3 لتر، سيسي الماكس فورد سيسي على سيسي على 3 لتر، سيسي على 3 لتر. شوف علاوي علي كريم، البطل الاسود هذا مال الشركه الايطاليه، سيسي على 3 لتر. هسه احمد يقولون احمد ابو شعب يسوي دعايه عليه، هي مال والدي الشركه. باوع سيسي على 3 لتر. ان جناي مبتدئين وامورهم تعبانه، يعني تعرف شلون، فاحنا ما نريد الامور زينه خليه ياخذ من شركه غاليه، والامور تعبانه ما يقدر
يعني انا عندي هسه مستعملها سيسي على 3 لتر. شوف سيسي على 3 لتر يعني البطل يكفيك سنتين، يكفيك البطل. المهم وصلنا لليوم الاربعاء، اليوم السادس. انا اتقصد شويه اتاخر حتى الناس تكتب. دوم الضحكه حسن المياحي حبيبي، دوم الضحكه ان شاء الله. ازهر الركابي، انت الدكتور مال حمامك تراقبه، اذا شال وزن تخففه، لا تخليه يشيل وزن ابد. حتى لو العظم شويه طالع كلش عادي، هو قصيره لازم شويه العظم يكون طالع مسدود، يعني هو يغلب الحمام يغلب، يعني لازم ما بيوزن بال100 و120 160 لحد ال200 250. الحمام لازم يكون ما بيوزن. ورا ال200 العفو ورا ال250 لازم الحمام يبدي يشيل وزن. انا كورسي هذا قصيره، هذا الكورس قصيره مو متوسطه، ما لي دخل بالمتوسطه. اي نجي لليوم الاربعاء، اليوم الاربعاء السادس. قلنا اذا تدرب درب. ايش راح تنطي بالاكل؟ وجبه الصبح زينه والعصر نص خاشوقه مال اكل، يعني كل طيرين وخاشوقه مال اكل. تخبط البروباك انرجي ابو القبق الاحمر، معروف البروباك انرجي معروف، بس تقول بروباك انرجي معروف. تخبط ويا شنو؟ الاوميجا 3، زيت الاوميجا 3. والديك حبيبي غدا الزمان. خوش حكي الصبح والعصر. زيت الاوميجا 3 اذا مجموعه زيوت كيفك مال طاقه، مجموعه زيوت مال طاقه تقدر تستخدمها بالاكل. ويا البروباك انرجي، البروباك انرجي هم خازن طاقه، يخزن الطاقه. والزيوت تعرف مفاصل وما مفاصل، وهم زيت الاوميجا 3 هم ينطي طاقه ويخزن طاقه. هاي بالاكل. بالماء ايش تنطي؟ بالماء تجيب المغلفات مال السوبر فيت المزدوجه، المغلفات مال السوبر فيت، مغلفات ما ادري اقول اسم الشركه، المغلفات مال السوبر فيت المزدوجه تصير تشوق هنا تحطن بالماء، تشيس على 2 لتر. هذا يعطي طاقه دافعه حشوه قوي، بس يكون الاصلي، يكون النوعيه الزينه تجيبها. من الصبح لليل بالماء. الاكل شنو هو؟ راح تنطي. هسه وصلنا راح نوصل للسباق الاربعاء. قلنا سباق الجمعه، اعيد سباق الجمعه، احنا هسه اليوم اربعاء مثلا. ايش راح تعطي اكل؟ تجيب الاكل الانرجي اللي بيلب مال حب هوايه، اللي بيلب مال حب هوايه. شو تسوي له؟ تخبط نص بنص، وجبه الصبح نص بنص، والعصر هم نص بنص، يعني نص انرجي اكل ونص عادي، نص انرجي ونص اكل عادي. تخبطه تنطيه للحمام ويا المواد اللي ذكرتها. سيد منتظر، ولو خارج الموضوع، اذا مخزون بجو حلو ومخزون ما ضربته حراره ما عليه شيء. ايه زين. عماد زياره مضبوط كلامك، هذا هو هذا اللي اقصد عليه اني. علي الحجري مضبوط، هو هذا الكلام، هذا اللي اقصد عليه اني. تشق التشيس على 2 لتر تطيه بالمي من الصبح لليل بالمي، وبالاكل تنطي زيت الاوميجا 3 او مجموعه زيوت مال طاقه ويا البروباك انرجي. خوش. هاي اللي الاربعاء. اذا ما تجي تعطي هاي المواد، ايش عندك مواد مال طاقه تقدر تنطي من كل ماده شويه شويه. حتى لو عندك 3 مواد، عندك 4 مواد، تاخذ من كل ماده شويه، مو تاخذ كميه كامله. مثلا يقول لك اعطي 10 غرام، لا اخذ 4 غرام من هاي الماده، 4 غرام من هاي الماده، 3 غرام من هاي الماده، تخبطه تنطيه للحمام بالاكل الصبح والعصر. الله يسلمك. هاي شهاده اعتز بيها وانت على راسي، كل الاخوه اتشرف بيهم على راسي. زين. خوش حكي. طبعا هو يفضل انه يسبح الحمام، بس اعتقد ما يسبح الحمام. اذا تسبحوه بعد افضل، يوم الاربعاء تسبحوه بعد افضل. تقدر البلجاسول تطيب بالاكل، مو بالماء، يطيب بالاكل. يعني هو شوف البلجاسول بابا، البلجاسول هو شنو الفائده مالته الرئيسيه؟ به هوايه فوائد، بس الفائده الرئيسيه مالته الاكل. الدواء اذا ما طيب او الماده ما طيبه يخليها طيبه، يخلي لك اياها طيبه هيجي. هذا البلجاسول. بعدنا وهاب، بعدنا ما واصلين يوم التسليم. يوم التسليم الخميس، يوم التسليم الخميس. خوش. ننتقل الى اليوم الاخير، يوم الخميس، اليوم السابع. اليوم السابع، اليوم السابع. طبعا هو هذا اليوم مهم شويه.
اليوم السابع تقعد الصبح الحمام ما يطلع، لا تفتحها. اكو بيوم يفتحوا، انا ما لي دخل، انا احكي عن نفسي، انا ما افتحها. اليوم السابع الحمام ما افتح. زين، تنطيه وجبه نص وجبه، نص وجبه مال اكل. الاكل شنو هو؟ بس انرجي. البيلب مال حبه هوايه، اكو ناس ما تعرف شنو الانرجي. البيلب مال الحب مال هوايه. ما اعرف عماد، ما اعرف شو تقول عبل، ما اعرف شنو اللي تقوله. يكون الاكل الانرجي اللي بيلب مال الحب تنطيه الصبح نص وجبه. نص وجبته ايش قد ياكل يوميا الحمام كله مالتك؟ ياكل كيلو، تنطيه نص كيلو كله للحمام، لان احنا قصيره. تنطيه بالتسعه بالعشره تقدر تعطيه الوجبه مالته. المي صافي والاكل صافي. خوش حكي. اكو بعض الناس يقولون، اليوم خلينا نحكي بصراحه اخوان، اكو بعض الناس تقول انا باليوم الاخير كل شيء ما انطيه. اليوم الاخير يوم التسليم كل اللي سمعتهم يحجون وكل اللي تعلمته الناس يقولون يوم الاخير كل شيء ما ينطون، ما ينطي. ماكو هيك كلام، ماكو هيك قاعده، وهاي القاعده ما يقدر احد يسويها، ولا حد يقدر يثبتها، ولا حد يقدر يمشيها على اي واحد. اكو مواد تنطي بيوم التسليم، بس لازم مواد ما تعطش، ومواد ما تاثر على الطير وما تجي تطير، وحسب الجو. اذا جو حار ما تنطي، اذا جو بارد ممكن تنطي. المهم اكو ماده اسمها، مو اسمها يعني، ولو تصعبوا راح تلقوها هاي الماده، موسع قصبات. مو علاج تنفسيه، يسموه موسع قصبات. موسع قصبات، اكو سائل اكو باودر، مو فد مشكله. زين، هاي الماده شو تسوي لها؟ اذا تقدر تحصلها واذا ما تقدر اتركها. من الصبح الحمام يتريق ويشرب مي، شو تسوي؟ تشيل المي من عنده، شيل المي منه. البراجه تغطيها كلها، البراجه كلها تغطيها، لا تخلي الحمام، خليه هادئ نايم مرتاح، تخليه مرتاح. المي شايله من عنده، تجي الساعه بالثنتين الظهر. طبعا انت شايل المي، هو عطشان اكيد راح يعطش لان اكل ولازم يشرب مي وراها. بالثنتين بثلاثه تطب له، تحط له هاي الماده بالمي. هاي اذا لقيتها او اذا حصلتها. موسع قصبات، ماده موسع قصبات، ما لها دخل بالتنفسيه ولا بعلاج التنفسيه، ركز عليه. ما لها دخل لا بعلاج التنفسيه ولا بمرض التنفسيه ولا انتي بايوتيك ولا اي شيء، فقط موسع قصبات بدون كورتيزون، بدون كورتيزون، بدون مواد خامله مخمله، ما تخمل. تحط لها بالمي يشربها وتشيل المي، بس يشربها تشيل المي، انتهى الموضوع. تحط له مي صافي. خوش حكي. اكو ناس تعطي مواد اشكال تعطي، كل واحد وطريقته، بس اني الماده اللي اقول يعني اللي اريد اذكرها انه حتى شنو نعرفها ونجربيها ونعرف شنو شغلها وشنو فائدتها. باقي المواد لازم بيها تفاصيل حتى ما تاثر على الحمام باليوم الثاني. ما عندك هاي الماده مو فد مشكله، لا تنطي للحمام، لا تنطي للحمام. خوش حكي. احسنت، بارك الله بيك علي كريم. هو هذا انا اللي اريد اقصده، انه هاي الماده اللي موسع قصبات هاي ثاني يوم بالطير حتزيد الاكسجين. اكو مو بس علي كريم، اكو ماده زيد الاكسجين، زيد الاكسجين، يسموها زل اكسجين. هاي الماده وهي ما موجوده عندنا لان مال غير شركه. هاي تصعد نسبه الاكسجين بالدم، زيد الهيا. اي ماكو نوعيه معينه، ماكو نوعيه معينه، هاي اذا لقيتها يعني. زين، هسه جيت شو نسوي؟ رجعت غطيت الحمام، الحمام مغطى من الصبح لليل. راح تجي تريد تسلم الحمام، شو تستلم الحمام؟ تسلمه بالعشرة، تسلمه بال11. تطبق الطواير والفحل، تطبقهن الطواير والفحل، خلين كل طيرة تشوف فحلها وكل فحل يشوف الطيرة مالته، ويبقى فد ربع ساعة من هالأمور هاي. طبعا انت كل اسبوع اقل شيء فد مرة مرتين تطبق الحمام، حتى كل فحل ما ناسي طيرته، كل فحل ما ينسى مكانه، كل طيرة ما تنسى مكانها. حتى ما نريد الفحل يبقى وحده والطيرة ما عندها فحل والفحل ما عنده طيرة، لا مشكله. لازم الزوجات وكل طيره يعرف. هاي يسويها هسه بهالايام او بالايام اللي فاتت. انت كل فتره يومين ثلاثه تطبقن، حتى بهاي الايام كل في يومين ثلاثه تطبقن، حتى كل فحل ما ينسى طيرته وكل طيره ما تنسى الفحل مالتها. عرفت شلون؟ فتطبقهن كل طيره تروح لمكانها، الفحل يجي يمها، ما اعرف ايش، يسولفون شويه، يتغازلون شويه. زين، من هالامور هاي. بعدين شو تسوي؟ تصعدهن قبل تصعدهن بالصندوق،
زين، وتوديهن لابو قريوه حتى ابو قريوه ياخذهن، ونشوف العبره مالته شلون حتبين، وان شاء الله كلكم تشوفون خير وكلكم تحصلون نتائج بجاه النبي محمد، كل بدون اي بدون استثناء. زين، اخذت الحمام وراح للسباق بالعربه، وصعدت الحمام بالعربه. ثاني يوم اجى الحمام. احسنت يونس ابو علي، والله شوف ابو يونس ابو علي، هوايه مواد كل شويه انا ما اتذكر الحق، يعني اتذكرها كلها. شوف هسه تذكرتني بهاي انا ناسيها، هسه راح ارجع لها. هواي مواد وانا حكيت بالبدايه قلت اكثر من 40 50 كورس، كلها شغاله وكلها ما تشتغل، كلها تشتغل وكلها ما تشتغل، حسب انت ادارتك، حسب اصول الحمام، حسب صحه الحمام. زين، هذا الكورس كله اذا حمامك مريض راح هذا الكورس اللي حكيته راح يضرب حمامك. اذا حمامك ما بيوصل ما يغرب. زين، هذا كله ما يفيد اذا الحمام ما بيوصول وما بصحه زينه وتدريبه صحيح وادارتك صحيحه. هذا كل الكورس اللي قلته انا ما يفيدك، ما يغلبك. هو هذا يعني الكورس مجرد انه يعيد الحمام، يعيد شغل الحمام. ركزوا لي بس على اول يومين، على اول يومين هو اعاده بناء الحمام، الباقي الايام لا تدير الهبال. اهم شيء اول يومين الحمام اللي فقده من جسمه، اذا قدرت ترجعه باول يومين باقي الايام هو راح يغلب، هو راح يسجل. بس اذا ما قدرت تعيده اول يومين وراح يجي سباق راح يصير لود عليه بعد بالزايد وراح يتفلش الحمام. فالحمام من يرجع من السباق قبل طبقه، طبقه بقي للظهر مطبوق، بقي لل 12 لل 11 لل 10 عوفه مطبوق يوم الطويره، حتى شنو هاي تكون جائزه له من رجع انطبق، ويعرف انه من يفك من العربه يعرف انه وجبته راح تنزل وطيرته دا تنتظره. هاي اهم جائزتين تنطيه اياها، هي الاكل وهي طيرته، ويرجع المكانه وطيرته يمه. راح يتعود هو بكل اسبوع، كل اسبوع راح يعرف شغلته وراح يجيك بسرعه عاليه. اخوان اكو قطره، القطره هاي موجوده عند شركه روني فريد، قطره تصير طويله. زين، هاي القطره تقطرونها بالاسبوع 3 مرات بخشم الحمام. طبعا كلش مهم، انا اضطريت انه اقول اسمها لان ما راح تعرفوها. انا اقصد انه هي هاي بالذات القطره، شركه روني فريد الالمانيه. هاي القطره تقطروها من هسه، وبالسباق تقطرونها 3 ايام، ثاني يوم العوده وبنص الاسبوع وثالث يوم الاسبوع. هذا شو تسوي للقطره؟ شوي خلينا نشرح عنها. تخلي الخشم ابيض، وتعالج له التنفسيه العلويه، وهاي المنطقه تعالج الهياء. شكو عنده مخاط بسبب السباق او بسبب الاجواء، تعالج الهياء وتوخر الهياء، تنظف الهياء. ثاني شيء من يدخل بالعربه اي مشكله تجي بالتنفسيه راح تقضي عليها. شكو شوائب بالخشم، مخاط بالخشم، تنظف الهياء، وحتى لو تنزل للمعاه مالته ما راح تضره. هي هاي ماده خاصه، ريتازول، انا عندي اسمها موجود كاتبه هناك، هي معروفه هاي القطره. اقرا عنها، موجوده عند شركه روني فريد، اقرا عنها وشوف الفوائد اللي بيها، فوائد يعني رائعه جدا. يعني من يطير الحمام والجو بارد، شكو شوائب يتنفسها، شكو من الجو اوساخ يتنفسها، هي قبل تعالجيها بنفس اللحظه. ازهر اي صحيح، بس اذا تقطر افضل، تقطر الهياء بالخشم قطره بقطره، كلش زينه هاي القطره. بالاسبوع 3 مرات، حتى تقدر 5 ايام تقدر تعطيها، ماكو مشكله. هاي تعالج لي هاي المشكله، تخلي لي الخشم ابيض، تخلي لي عمليه التنفس بهاي المنطقه وبالجهاز التنفس العلوي، تخلي الهياء شغاله 1 على 1، تخلي الهياء شغاله 1 على 1. لان هذا الهواء البارد والشوائب الحمام من يطير تاذي، كلش تاذي. وثاني شيء الجهاز التنفسي العلوي تخلي الهياء شغال صحيح 100%، ونتائجه مبهره كلش، خاصه اذا حمامك جاهز والحمام صحيح وشغال. المهم اخوان، اي واحد عنده سؤال، اي واحد عنده استفسار عن ماده، اني جاهز ان شاء الله. ولا اليوم شوي الحلقه طول لان هو الموضوع طويل ما نقدر نختصره، فاخاف احد عنده سؤال عنده شيء ان شاء الله
حتى نفيده. اذا تريد اجيب لكم اسم القطره اجيب لكم اياها هسه دقيقه حتى تاخذوها بالمضبوط. صل على محمد وآل محمد. اسمها افيزانا. افيزانا اسمها افيزانا. زين افيزانا اسمها. بس امطك اياها بالمضبوط. اي افيزانا. افيزانا زين عيني. هاي القطرة كل الزينة هاي احفظوها. هاي يعني فشي كلش راقي. اذا ما لقيتوها خاف ما تلقاها اخذوا الثاني هم. روتيزول روزيتول اسمها روزيتول اي وحده من هذني خاف ما تلقاها اخذوا هاي. زين هذني كلش مفيدات لهذا الموضوع يعني الدرجه اولى لان هذني انا اعرف شنو شغلهم ذني. شو نسوي اخوان؟ اي واحد عنده سؤال، اي واحد عنده استفسار. لحن الحياة حبيبي. الحمام مالتك رجع يحوفر. هذا رجع يحوفر. هذا شوف الحمام هذا مو رجع يحوفر باوع. هذا الحمام هو من حوفر. هذا الحمام من حوفر ما حوفر بالكامل. يحوفر شوية وبعدين يكمل يذب القسم الثاني. يحوفر شوية ويذب القسم الثاني لأن عنده نسبة أملاح وفيتامينات بجسمه قليلة فيخاف عليها. عرفت شلون؟ فيخاف عليها. وقلل المواد الحارة، قلل الهياء. لا ما له دخل. صفوان ما له دخل. إذا شرجم ما له دخل. الكارن سبيد تعرف شغله تعطيه 15 يوم قبل التدريب. 15 يوم وبالسباق تنطيه 3 ايام 4 ايام تنطيه وحده. الكارن سبيد تعطيه وحده يحول لك الوزن الى طاقه يحول لك اياه. لا البندر بيجن ما له دخل بالبطل الاسود. هذا واحد وهذا واحد. مره واحده وهاب حسن مره واحده. انا حاكي بهذا الموضوع مره واحده. اي ممكن علي كريم ممكن كان مريض وهسه تعافى. تشنج الحمام هذا لود يصير عليه. تعطيه هيمولايت 40 3 ايام يروح التشنج من عنده او تعطيه بي كومبلكس يروح لك التشنج من عنده. حسن علي بس قول ماكس فورت اكتبها يمك. الماكس فورت ما يحتاج صوره. تروح للشركه الايطاليه موجوده بالسنه قول لهم الماكس فورت هسه يعطوك اياه. الله يسلمك صلاح المداوي خادم اني. الله يسلمك. هواية شوف حمودي هواية علاجات تنفسية هواية كلش هواية. عرفت شلون؟ هواية علاجات زينة تنفسية.
من شركة روني فريد، شركة روني فريد بشارع فلسطين، بشارع فلسطين. سعرها يتجاوز 15 17 ألف أعتقد، يعني أعتقد من ال 15 لل 20 هذا سعرها، بس تكفيك موسم كامل يعني هي. محمد سامي أنا خادم تدلل وتأمرني أمر. حيدر عبد الباسط الخفاجي، الأكل تشتري هو ما سباق، أنت لا تخبط من عندك حتى لا توقع بخطأ، أنت سباق ومنافسين وياك، المنافسين ترى يجيبون هذا الأكل وهذا الأكل وهذا الأكل، فأنت إذا عندك منافسة قوية جيب أكل ما سباق. أنا ما أقدر أقول لك أنا مو خبير بالخبط، أذرة عالية وأذرة قليلة وفلان شو، لا أنا مو خبير بهذا الموضوع، بس أنت جيب أكل ما سباق خاص هو بالسباق، قول له أعطيني أكل ما سباق راح ينطيك. وموضوع الكورس المتوسطة أنا تكلمت هسه بس لحد ال 300، كورس المتوسطة أنا مالي غرض بي، أنا مالي دخل بي، أنا ما عندي خبرة بي، وما عندي خبرة بمجال المتوسطة، وما عندي أمور يعني تفاصيل بالمتوسطة ومتوسطة، أحكي لك حقيقة يعني ما متدخل بهاي الأمور وما متشعب بيها، لأن المتوسطة يراد يصعد وزنه لازم، واكو بعض المواد تنضاف، السي ام كي وما سي ام كي، واكو مواد بعد تنضاف وغير مواد تنضاف، فبيها تفاصيل هواية، بس أنا تكلمت فقط عن القصيرة لحد ال 300. كتلوني لا تعالج تكمل، يكمل الحمام تعطي شيديكول يتعافى ترجع تشتغل من جديد. العراق الاصيل تقدر، شوف تقدر تسابق على بيض، وتقدر تسابق مطبوق، وتقدر تسابق مفروض، كلها تقدر، بس كنتيجة قوية حمام مفروض كلها تقول، مو بس أنا، حمام مفروض يعطيك النتيجة الأعلى، يعطيك ال يعني شلون تقول النتيجة الأفضل، ينطيك أفضل نتيجة يعطيك إياها، لأن ترى اللي وياك هم فاردين، أنت من ما تفرد هم راح أحسن أفضل منك، عرفت شلون؟ ازهر ركابي، الاكل انا حكيت بيه، قلت تنطي اما 193، تنطي الفينش، تنطي هواي اكو اسامي يعني ما اقدر احفظها كلها، بس هو اكل ما سباق، هو اكل مال جوزيه ما سباق، قول له انا اريد اكل ما سباق، هو راح يعطيك اكل ما سباق، عرفت شلون؟ حتى لا تدوخ نفسك بالمواد البي وما مواد البي، حتى ما تدوخ انت بيها. الله يسلمك مالك العافيه. حيدر مالكي انا حكيت، تقدر ترجع بدايه الفيديو وراح تشوف انا شنو اللي تكلمته، يعني تكلمت هواي امور. اي الله يسلمك احمد قحطان، انا بالخدمه، الله يوفقك ان شاء الله ونسمع عنك نتائج طيبه، لان انت طيب مو قدامك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسن بادو جاوبتك. سبحان ويوسف، اما النقاط اللي تدربها خطا وراجع الفيديو اللي قبل هذا البث المباشر شرحت بيه اني، العفو، او يا اما حمامك ما جاهز، او يا اما مسافتك بعيد ترجع تدرب من جديد، خلي الحمام يحدد على المكان الصحيح. حسين العطافي 45 دقيقة تخليه، ساعة يعني لا تلوح عليه، 50 دقيقة 55 دقيقة خليه براحته، هو الحمام يطير زين، لا تلود عليه. وليد قلت القطر، اسم القطر. راجع غريب، راجع الفيديو من البداية وراح تستفاد من عنده. حمام ما ينهزم هواي يعني مو جاهز، بيه خلل او مطبوق. اكثر الاخوه يخابرون يقولوا الحمام يكور فوق البيت، يطير فوق البيت ما ينهزم، هاي معلومه يعني معروفه يعني قديمه احنا نعرفها، من الحمام من مطبوق ما ينهزم، يظل يطير فوق البيت، يكور فوق البيت يظل، بس من تفدى راح ينهزم. علي الحجر يا خلطه تقصد من عندها، يا خلطه قصدك مال المواد الحاره. الله يسلمك تدلل حبيبي علاوي. حيدر الساعدي هذا احتمال بيه تنفسيه وعنده رشح، احتمال عنده رشح. الله يسلمك ابو جودي. اي حبيب بشار ابو يوسف يعوض. اذا عندك قطره مثل اللي ذكرتها تقدر تستخدمها. لا
صفوان تعالج تكمل وبعدين ترجع تشتغل على السباق، تعالج تكمل بعدين ترجع على السباق. حمودي عطيه جاسم الجبوري، اذا تك عين تحط لها قطرات، اذا تك تحط، واذا عيون الاثنين معناها تنفسيه. ياسر النجار، كل جناي هو يعرف حمامه. كل جناي هو يعرف حمامه، اكو بيهم ما ينطون، اكو بيهم ينطون. اني بالنسبه لي انطي، تعرف شو انطي؟ عندي طريقتي الخاصه. الناس تنطي الصبح، اني اقدر انطيه بالحمام مالتي، ثق بالله الكريم. مره من السباقات انطيته بالاربع العصر وثاني يوم سجلت. انا مدرب حمامي، معوده يجي سريع، معوده يدخل. بس انا اقول لكم انه انت تطي الصبح بيوم التسليم نص وجبه. انت معود حمامك شنو معوده؟ اذا ما تعرف اعطيتك المعلومه، واذا تعرف انت تعود حمامك، تقدر تخليه يشتغل مثل ما انت تريد. هذا حمام ما يدخل ما يطب، فلهذا هم ما ينطوا اكل حتى يجي جوعان يطب. السلام ورحمة الله وبركاته. أثير حبيبي يوميا فتح النادي. الله يسلمك حبيبي حمودي. سيد محسن أجداز. والله بكشف ماكو قد الوزن مال، ماكو قد. تعال ماكو قد الوزن. الحمام تنطي الحمام عينك ميزانك، بس العصر تنطيه نص خاشوقه مال اكل، كل اثنين خاشوقه مال اكل. الصبح لا تنطيه اللي يكتفي به، يعني اللي يسد حاجته، يعني مو تنك بس يسد حاجته. عرفت شلون؟ الله يسلمك حبيبي الغالي مالك. وندر بيجن يصير تخبطه يصير بعد وهاب كيفك. 50 كيلو زينه. علي الفرطوسي، هذا كل واحد عنده كورس. انا ذكرت الكورس مالتي، يعني اكو ناس تنطي قبل التسليم بيوم تنفسيه زين، اكو قبله بيومين، كل واحد وشغلته. انا اتكلم عن يعني تجربتي انا. حمود الكيتاوي راسلني، وراح ادز لك علبه مال تنفسيه تجيبها وتروح من التنفسيه. قيس ابو محمد حبيبي نورتنا. طبعا اكيد هي الطواير تجهز قبل الفحله، والطواير هي تكون جاهزه دائما فتطير اكثر من الفحله، هذا شيء طبيعي يعني. امير الجبوري، لا تنطي، ليش ما تنطي؟ اي غريب الطباع، من تخلص الحلقه ارجع واستفاد معها. عماد ابو خضروات، اذا الحمام انصاب عندك تنفسيه، تعالجه التنفسيه، تكمل علاج التنفسيه وتترك سباق وترجع تدرب وتعيد الحمام. يلا لا تستعجل على السباق، لا تستعجل. الحمام عندك مصيوب، عالجه وكمل يلا. اي صفوان يقدر يرجع عادي، تعالجه بالصوره الصحيحه تراجعه. اخي صبهان يوسف، 5 كيلو هو لا عادي. ابعد بيه هسه يحدد لك، يعني ابعد بيه هسه يحدد لك. قاسم خلف، سباقات الوسط شوف انا شويه ما اتكلم به لان يراد لها خبره، يعني انا خبرتي صراحه قليله بالطويله والمتوسطه، فما دام خبرتي قليله ما اتكلم ولا احكي شيء انا ما اعرفه، اخاف احكي شيء ويطلع خطا. فالموضوع الوسط وما وسط يعني يحتاج لناس اكثر مني عندهم خبره بيها، يعني شو وقت تنطي الاكل. بس هو اكيد الوسط لازم الحمام يصعد وزنه، هذا اللي اعرفه انا ومجربيه يعني ماشي. الله يسلمك، الله يخليك صفوان. الساعة بيش والله اخوان، اذا ماكو زحمة الساعة بيش اخوان، لا حد يدز لي طلب صداقة، لان الصداقة مخبط عندي 5000. سووا متابعة حتى اي شيء يطلع راح يطلع يمكم، اي شيء اسويه يطلع يمكم.
فسووا متابعه حتى اعذرونا اخاف ما اوافق اني. طبعا نشكر اداره هذا الجروب الرائع واللي دا يقدم حقيقه، وكل جروب يقدم بالعراق يقدم للجناي احنا نشكره، انا اشكره. جروب الحمام الزاجل في الوطن العربي والمقيمين عليه والادمنيه المقيمين عليه مشكورين وبارك الله بهم، وان شاء الله في ميزان حسناتهم حقيقه. ونتمنى يعني نتمنى انه هواي العراق به هواي ابطال يعني نتمنى انه يطلعون بث مباشر ويقدمون للجنايه، وخاصه هسه الجناي هو في امس الحاجه للمعلومه للخبره. الجناي يقدم له، لان هسه سباقات وما سباقات، والجناي المبتدئين خاصه يتخبطون هوايه. وحقيقه يعني من المراسلات وياي تشوف ما عندهم حتى معلومات اوليه ما عندهم، يعني معلوماتهم جدا بدائيه. فيا حبذا الناس تطلع هوايه تقدم بث مباشر او فيديوهات او مواضيع خلي تفيد. ايوه ثاني شيء اليوم اريد اتكلم شويه عن فد موضوع، انه انت يعني يا جناي انت من تاخذ معلومه من شخص بالفيس او من شخص يذكر لك فد معلومه وتستفاد منها، انشرها خلي غيرك هم يستفاد. قول يابا انا استخدمت فلان ماده وصف ليها فلان شخص ورحم الله والديه وهاي الماده اخذتها واستفادت من عندها. وما عليك باللي يعلقون اللي يدخلوا لك ويجاوبوك ويضوجوك، ما عليك بيهم، انت نيتك لله انشرها وخلاص. زين انا من انطيك معلومه وانت تستفاد من عندها وتسوي بيها فد منشور، ترى صدقني الناس راح تثق بيك اكثر من عندي، الناس راح تثق بيك وتاخذ بكلامك اكثر من عندي، لان انت جربتها واستفادت من عندها رغم انا مجرب. مو حتى تسوي لي دعايه لي، انا ما احتاج دعايه، بس حتقول انا عندي فلان معلومه، مو هم راح يسالوك حيقول لك منين لك هاي المعلومه؟ حتقول ما اخذتها مثلا من فلان شخص. فلان شخص، وما جزاء الاحسان الا الاحسان. واللي يخدمك بمعلومه ليش؟ حتى خلي الكل تستفاد، وراح تجيك بميزان حسناتك، وراح تجيك حسنات، وراح تجيني لي حسنات، وراح تجي لغيرك حسنات. فاي معلومه من اي شخص يقدم لك اياها نزل بيه فد بوست، نزل بيه فد منشور، يا باني هاي الماده فلان شخص وصف لي اياها واستخدمتها والحمد لله والشكر وشفت عليها فائده ورحم الله والديه، وتكتب تفاصيل بيها ونزلها حتى الكل تستفاد وانت هم تستفاد لك والناس تستفاد، وزكاة العلم معرفته. فهذا الارجو اني يعني مو شرط الا من اي شخص. شبيه عمر؟ شبيه نصر السوار؟ شبيه والله اجر لك اذاناته من انا اجر لك اياه الاذاناته، خلي لك اياه ما يغلب هاي السنه. حبيب محمد سامي انا اعطيك اياه منها. علاج الفطريات هو النستاتين، اي نستاتين حتى لو بشري. البشري تجيب السوري بن حيان حبايه على لتر، واذا عندك طير بي هوايه فطريات يعني متاذي، نص حبايه بحلقه باليوم، نص حبايه بحلقه او حبايه على اللتر، تعطيه 6 ايام 7 ايام. اكو غير شركه نستاتين تقدر تعطيه ماكو مشكله. والله والوطن الله يسلمك حبيبي. عباس المياحي حبيبي، انت شوف الفيديوهات قبل، شوف البث المباشر، شوف انا ايش حاكي راح تستفاد من عنده. وانا تعرف شنو مرات والله يعني لود على المسجات عندي، يعني اكملها ورا 3 ساعات ارجع القى 40 القى 30، اكملها اجي الصبح القى 30 40 مسج. وتعرف اللي تجاوبه هم راح يسالك 10 اسئله 15 سؤال وتجاوبه، فما راح تلحق. يعني هواي باليوم يمكن اذا اقول لك افرغ نفسي 3 ساعات 4 ساعات بس اجاوب، ثق بالله يعني مرات ما لحق. يعني مرات حتى التليفون اغلقه، يعني افرغ وقتي لهم فد ساعه ساعتين اجاوبهم. فاعذروني اي واحد خليه يسامحني ويعذرني انه اخاف اتاخر عليه بالجواب ورا يومين ورا 3 ايام، ارجو المعذره يعني. تدللون ان شاء الله نختم الحلقه. واي واحد يحتاج اي شيء يراسلني على الماسنجر او يخابرني انا بالخدمه. وعندكم علي كريم هنا اخونا موجود، صورته لابس احمر، هم ما يقصر وياكم، هم عنده معلومات حلوه ومعلومات قويه. عندكم ابو بنين هم ما يقصر وياكم، عندكم لوفت العاديات هم عنده معلومات حلوه وانا سامحها من عندهم وماخذ وياهم منطي، عندهم معلومات حلوه تقدرون تستفادون من عندهم. زين زين، فهاي تقدرون كلهم تراسلوهم وتستفادوا من عندهم، واخاف اتاخر عليكم الجواب انا بخدمتكم. زين،
وان شاء الله ما اكون قصرت. وتحيه حب كلكم، واي واحد ما سلم عليه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كلكم على راسي، واتشرف بكم، وان شاء الله ما قصرت. واعيد واكرر، هذا الكورس هو مو ثابت، تقدر تغيره وتقدر تضيف وتقدر تسحب من عنده، وهواي كورسات شغاله، مو بس كورس واحد. بس انا ما احب اكثر واجيب منا ومنا، المواد الشغاله اللي مجربها انطيها. ولا تقول احمد ابو شعر قال اذا حمامك مصوب عالجه، اعيدها. واذا حمامك ما بي اصول هذا ما يفيده الكورس. اذا حمامك مريض هذا الكورس ما يفيده. اذا حمامك تدريبه مو صحيح، ادارتك مو صحيحه، هذا الكورس ما يفيده. اهم شيء اصول الحمام، اهم شيء صحة الحمام بالدرجة الأولى، صحة الحمام، أصول الحمام، تدريبك يكون صحيح، إضافة إلى إدارتك ناجحة، تراقب حمامك. يلا هذا الكورس راح يفيدك. لا تذب ثقلك على الكورس ابدا. حمامك ما يسجل لا تقول سبب الكورس، لا، شوف الخلل بغير مكان، تدللون. وانا بخدمتكم، وان شاء الله ما طلت عليكم، واعذرونا عن التقصير، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي امان الله، ومع السلامة.